يثبت في حقهم الطعن في العلماء وفي الأئمة، في مثل الشيخ محمد علي فكوز، في أمثال هؤلاء الكبار، فهؤلاء لا كرامة، هؤلاء لا يهمشون فحسب، يهمشون ويهجرون. ولا شك ولا ريب أن شيخنا من هؤلاء، بل يعتبر من كبارهم بشهادة الكبار. شيخنا وريحانة بلدنا، مفتي هذه الديار، شهادة القريب والبعيد والعدو والحبيب. وهذه ليست الحملة الأولى أو الهجمة الأولى على شيخنا. بلادنا مليئة بالمساجد، عالم بلدنا يدرس للناس في الشارع الآن، والذين يتقصدون هذا منهج شيخنا يفضحها. وأنا أقولها لهم أن شيخنا في جلسة واحدة لو سألته سؤال لأجابك بكتاب في غرفة فارغة لا كتاب فيه، بما أنعم الله جل وعلا عليه من هذا العلم الذي رفعه الله جل وعلا به. عملا ببعض النصوص الأخرى قال بعضهم بأنه يجوز النصح علنا، يعني ليس بلازم أن نعمل بظاهر هذا الحديث. هذا قول من الأقوال، والشيخ فركوش في هذه المسألة ما جاء بشيء لم يسبق إليه، يعني سبقه بهذا من قال بمثل هذا من أهل العلم، والقضية راجح ومرجوح. والاعتقاد هذا ما يتغيرش، قد يتغير، فلك هذا خطأ من أخطائي، وزيد يقرر لما يخالف أصولنا. أنا نتكلم عن الدكتور، ردوا فتواك، حذروا من فتواك، افتح الباب ناقشهم بالحجة والأدلة كما تدعي. ولي أمرك قال لك ما تديرليش هذه التجمعات الفوضوية والشارع، يخرجوا الناس في الشارع، فوقك جيران وعن يمينك جيران وعن شمالك جيران وتؤذي جيرانك. أما هذه التفريعات، وهذا الواحد منهم يجي في مسألة يجيب أحدهم يفصل له تفصيلا ما فهم، لأنه اللي عليه السلف على خلاف هذا. اسمعوا فتاوى الشيخ الفوزان، العلم السهل الصافي. وسمعنا كلاما كثيرا فيه تقديس لمقدس هذه الأيام. ما تعرف المنهج، وعمن أخذ المنهج أخذه عن شيخه اللي قال فيه الشيخ ربيع حفظه الله ضعيف المنهج، لأنه لا يعرج ولا دراية له بهذه المسائل بشهادته هو على نفسه. على الأقل هذا صاحب هذه الفرقة هذه ونسموها أوتي سرورية. هل قول فركوش سروري تستلزم التبديع؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك ولا ريب